بقول لك انا بس المسلمين هوايه يعني مش اكتر من كده. لا ده في ناس اصلا يعني افترت على الله عز وجل كذبا. طيب ناخد اتصال معانا. الحاجه سناء، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم حاجه سناء. اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن بس اسال الاستاذ احمد 3 نقط كده؟ اتفضلي يا فندم. عايزه بس اقول له في قول الله عز وجل فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. تمام. انا عايزه اعرف الفرق بين مواقع النجوم، وهي في حته كمان وزينا السماء الدنيا بزينه الكواكب. عايزه مواقع النجوم والكواكب والبروج والنجم الثاقب في سورة الطارق. دي نمرة 1. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نهى وقال لا تقولوا امطرنا بنوء كذا وكذا حتى لو كان صحيح؟ أنا مش عارفة الحديث ده صحيح لكن نهانا عن كده. لا صحيح يا أستاذ. امطرنا بنوء كذا وكذا. النقطة الثالثة معلش، حضرتك بتقول انت عارف بعض الحاجات المعينه، عارف ان انت هتموت. طب لو انت عرفت ان زوجتك هتموت امتى او انت هتموت امتى او اولادك، دي هتبقى عيشه سودة مش عيشه والله. وبعدين الغيب بالنسبي، يعني انت لما تقول احنا هناكل بكره كذا ده يبقى غيب نسبي. طب ما انت عرفته يعني اوكي عرفته. وشكرا جزيلا. شكرا يا فندم. اشكرك حاجه سناء، شكرا جزيلا لهذا الاسئله الحقيقه. طيب الحديث صحيح. حديث صحيح. لا تقولوا انت نص الحديث كذا وامطرنا كذا. هو السؤال اود انا جميل. السؤال لي انا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب استاذ احمد من الشرقيه، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا استاذ احمد. استاذ احمد. السلام. اتفضل اهلا وسهلا. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا بيك. اتفضل يا سعاده الباشا. انا عاوز احمد كلمه بسيطه بس بعد اذنك. اتفضل. عاوز اقول للاستاذ احمد ان ولله غيب السماوات والارض. نعم. ما اختلفناش. وان كان هو مؤمن بالكلام اللي هو بيقوله مفيش حد هيصدقه خالص. لا كلام لا يدركه العقل يا باشا. تمام. يعني انت لست مقتنع تماما بما يقوله الدكتور احمد. تمام. ايوه حضرتك انا طالب في الازهر وطالب جامعي دلوقتي. أيوة. ما اقتنعش بكلامه خالص. تمام. ده خرافات دي كلها. اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا ابن ربنا. اود على 3 نقط الاول. ازاي نقتنع؟ اود على 3 نقط. لا في مقابل واحد هو حر. يعني يا سيدي الفاضل حتى الان الاسلام والله عليه اختلاف. هل كل مش في بوذيين في هندوس ما بيؤمنوش بالاسلام؟ الاسلام فيه اختلاف، يبقى مفيش اختلاف على احمد شاهين. انا ليا مقابل واحد. ده انت راجل مسلم. اكثر من 1000 واحد مؤمنين بكلام احمد شاهين. لما راجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله يا دكتور احمد ده انت راجل مسلم لان ده علم نبوي الهي وليه اساس من الدين. بس اقول على 3 نقط. الحاجه سناء الاول. اتفضل. فانا اقصد بمواقع النجوم ده دليل ان النجوم بتتحرك. مواقع النجوم النجم لما بيتحرك بيأثر على في الهيئه الفلكيه زي ما قلت لحضرتك مخطط مختص صفحه السماء بيأثر على احداث الانسان. دي حاجه ثانيه. بالنسبه للطارق، الطارق هو الزحل والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. لا ولها تفسير ثاني طبعا. والنجم الثاقب هو اسمع بس لا انا برد عليها بقول لها بتقول لي ايه هو؟ بقول لها هو كوكب زحل. النقطه الثالثه الوهيب المطلق او الوهيب النسبي اللي هو احداث الحياه. ده الامام متولي الشعراوي وجماعه ائمه السنه اللي الناس كلها بتحبهم ومعروفين ليس كلامي، هم اللي قالوا ان علم النجوم من الوهيب النسبي وليس من البتاع. دي كانت حاجه مخفيه على الانسان لكن بعد كده اكتشف الانسان. اما امطرنا بنطر السوء فده حديث ضعيف. كل الاحاديث عندك ضعيفه؟ لا مش كلها. دليلك يا امال اي حديث ذكرناه كذب من الجمون مش حديث اساسا يا ابن حديث قول مكذوب. انا ما قلتش حديث حرام عليك انت بتشتري على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ومن ذهب الى عراف واستشراه انت لو معك موقع دلوقتي انا لست عرافا انا باخد حسابات فلكيه. اسمعني بس خش على الاحاديث الصحيحه. خش على انا مسؤول عن كلامي. مسؤول عن كلامي معلش انت وانا في الحلقه اللي فاتت انا قلت درس الفقه على المذاهب دي احاديث صحيحه عشان تقول حديث ضعيف او يعني لا ده حرام. ده انا دارس الله كامل. انا قلت الحلقه اللي فاتت من كذب على الحلقه اللي فاتت وبعيد الكلام ده تاني. فليتبوأ مواقعه. اعيد الكلام ده تاني. دول دارس فقه؟ الكلام ده قلته في الحلقه. دقيقه واحده دكتور الحلقه اللي فاتت. طب ناخد اتصال معلش. دكتور رائد. اهلا وسهلا دكتور رائد. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. دكتور رائد. دكتور رائد ولا رفعت؟ دكتور رائد من اسيوط. اهلا وسهلا. اسيوط ماشي. طيب ارجع اقول تاني الحلقه اللي فاتت ذكرتها انا معايا ليسانس حقوق دارس فيه الفقه على المذاهب الاربعه وجايب فيه امتياز. ليسانس حقوق جامعه القاهره
قلتها في الحلقه اللي فاتت، اضافه لعلم الفلك والنجوم، بس الدراسه شهاده، بس انا دارس اساسا الفقه وحافظ القران الكريم كاملا، وقلت الحلقات اللي فاتت وبشد عليها وقلتها في الفضائل. مالي فانا بربط علم الفلك بما تقول الحقيقه. لا ايوه، لان علم الفلك ليه اساس ديني، فانا بحاول اربط يا جماعه علم الفلك مش حرام. ليه علم الفلك بربطه بالدين، قال الله وقال الرسول والعلم بيقول كذا، ودايما على الفيسبوك بحاول اوصف الاثنين، انا دارس الفقه وحافظ القران الكريم كاملا، وعلم الفلك انا مقتنع ليه متشبث بيه، لانه علم نبوي من علوم سيدنا ادريس، ويدخل تحت نطاق كلمه وعلم ادم الاسماء كلها. اديني دلائل كده. ما قلت لحضرتك والسماء ذات البروج وفلك سوق بمواقع النجوم وعلامات النجم هم يهتدون. في ايه؟ ايوه هذا ده اللي عاوز اقوله. لا انت اللي تقول، انا بقول لك صح. انت بتنطقها غلط. انا قلت لك الامام متولي الشعراوي قال دي من عوامل قال لك علم النجوم ليس من الحرام في شيء، وانها حاجه مخفيه للانسان وتم عمله ده بالنسبه ليس له علاقه بالله. كيف استخدمه يا دكتور احمد حرام عليك. كيف استخدمه بالله؟ انا قلت لك عليه. اتق الله فيما تقول في منفعه الناس، بدل ما واحد وواحده يتجوزوا ويحصل طلاق ونفقه ومحاكم، بقول لهم في الاول ما تنفعوش. يبقى في الاول ما تنفعوش. يبقى بعد كده حكمت على امر هذا يا دكتور احمد. يبقى نتهم عن المحاكم والحكم ان هم يشتغلوا مع بعض. كان الامر سهل. لا عفوا مشاهدينا الكرام، اعتقد كان هيبقى الامر سهل جدا في الشيخ محمد. يبقى عندنا علماء ناس كتير بتجيلي استنساخ كده من الدكتور احمد، وكانت الحياه كلها بقت ورديه. ما ناس كتير نروح لعالم بدل ما وناس نروح كتير بتدعي لي المحاكم، نروح قبل ما يقعوا في المطب. يا اخي حرام عليك، لا ما يصحش. الاف الناس انت ما تستغلش طيبه الناس اللي هي اصلا ضعيفه بالايمان دي، حرام عليك. الاف الناس بتؤمن بكلام ابدا. احمد شاهين بيقول ايه. طيب انا متشبث بيه لان اللي بيثق في انسان وما يثقش في الله عز وجل يبقى انسان الاسلام فعلا خرج عن الدين. طيب خرج عن الدين. لما يعني ياخد علم الغيب منك انت وياخد حياه، ياخد رسم للمستقبل. المشكله يا استاذ محمد ان هو مش مقتنع ان علم غيب، هو مقتنع ان علم عادي. لان الامام متولي الشعراوي يا استاذ ابراهيم حتى علم النجوم ليس من علم في شيء. كان امر سهل جدا، كان امر سهل جدا في الشيخ محمد ان انا اخد زوجتي قبل ما نتجوز او خطيبتي ونروح للدكتور احمد او نروح لعالم مثل حضرتك. بدل المطبات وبدل المحاكم والمشاكل لسه يا استاذ ابراهيم كلمه قالوها. وكيف تضمن؟ امال ربنا عطاني عشان احذر الناس من القادم وان هم يقعوا في المشاكل. لسه امال فين بقى يعني ما بين طرفه، يعني سبحان الذي يغير ولا انت حضرتك مقتنع عشان مش مقتنع بالعلم فبيتها لك عيب، لكن الاختلاف سنه الحياه. كيف انا جبت لك ادله من السنه. اسمعنا بس استاذ احمد شويه، هدي شويه الله يبارك لك. اتفضل. من الذي يضمن المستقبل للانسان غدا او بعد غد؟ الله يبارك لك. انا ببين للانسان قضاء الله. هو مقتنع بده. الله يصلح حالك. استاذ اشرف السلام عليكم. ورحمة الله. اتفضل يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. دلوقتي الراجل ده بيتكلم في علم الغيب ومش غيب. انا اعرف ان علم الغيب ده لا يعلمه الا الله. تمام. فيعني انا رجاء مني ان بلاش الناس دي على الشاشه تقعد تلعب بدماغ الناس. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا اخي. يعني انا عايز يعني الكلام ده باكثر من برنامج طلع. ده واخد ماجستير ودكتوراه. الناس دي بتلعب. هو كان المفروض عنوان الحلقه كان موضوع ثاني خالص يعني. طيب عموما اشكرك شكرا جزيلا. كان نظريه الارض المجوفه، احنا الكلام ده احنا قلناه في حلقتين ثلاثه. عايزين ندخل فيها. ما بقول لحضرتك احنا الموضوع ده قلناه خلاص والناس طيب. يعني ملت لان قلته وفندته. طيب. فاحنا عايزين الموضوع الجديد بقى عشان الناس ما تملش. ايه بقى موضوع ياجوج وماجوج يا فندم؟ ياجوج وماجوج. ياجوج وماجوج طبعا ياجوج وماجوج هي احد في نظريه اسمها هولو ايرث او الارض المجوفه. الارض ليست مصمته وانما مجوفه تتكون من السبع اراضين، لكل ارض سماء، نحن السماء الدنيا، نحن الارض الدنيا ولنا سماء، وفي ارض وسماء هكذا الى جوف الارض وفيها شمس مركزيه. تمام. دي نظريه معتمده رسميا هنا طبعا غريبه لكنها موجوده، وتوجد نقاط وصول الى عالم جوف الارض والشعوب، الاف الشعوب التي تسكن والتي احداها قوم ياجوج وماجوج اللي هم يطلق عليهم القوطيين، والتي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ريت يجيبوا الصوره على الشاشه ان هم الذين يفترشون احدى اذانهم ويلتحفون بالاخرى، اللي هم لما ذو القرنين قال لك ايه؟ لن نجعل لهم لن الشمس تحرقهم، وبالتالي ذكرت في حكايه الردم وياجوج وماجوج لن نجعل لهم من دونها سترة، الشمس بتلحفهم، موجودين في الطبقه الثامنه في الصخور تحت الارض. دي احد الاقوام الموجودين الثامنه في الصخور، في الطبقه الثامنه من الصخور. هم سبع اراضين، الاف الاجناس البشريه، قارات موجوده زينا، احداها قوم ياجوج وماجوج. في حاجات خيره. اين هم الان؟ اين هم الان؟ هقول لحضرتك حاجه. الان يوجدون في الطبقه الثامنه تحت الصخور. ما الدليل؟ هقول لحضرتك الدليل. ربنا سبحانه وتعالى قال هقول لحضرتك الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عندما اسري به طبعا الرسول مر على كل الاقوام ولازم رسالته توصل لكل الناس حتى الجن. فعندما اسري به بس اسمع بقول لك انا هحذرك من حاجه بس ما تقطعنيش في حاجه. في احاديث اسرائيليات
نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء من ضمن الاقوام اللي موجوده اياك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اكذب على الرسول، انا مؤمن بكلامه وعارف اقول. لا للاسف في يوجد نوعين صنفين اسمهم دويندي بوتي ودويندي ايتيم. دويندي بوتي دي مخلوقات رقيقه مرحه، اما دويندي ايتيم دي فيها مخلوقات تحب المزح واللعب. يعني اين هم الان دكتور احمد عشان موجودين في جوف الارض في الطبقه الثامنه من الصخور. في اين تحديدا اي قاره يعني؟ ما الاراضين احنا مش عندنا، احنا كم قاره الارض بتاعتنا الواحده فيها كم قاره؟ في عندك 7. لا ما تقدرش يعني ما حددتوش مكانهم فين تحديدا؟ انا بقول لحضرتك دي نظريه مخفيه. لا النظريه موجودين في الطبقه الثامنه من الصخور. فين يعني في اي قاره؟ بالظبط ام في كلام لا اساس. ما بقول لحضرتك ما لهمش علاقه بالارض بتاعتنا. في افريقيا ام في اوروبا حضرتك برضه مش فاهمني. ال7 قارات دول افريقيا واسيا الحدي في الارض الدنيا. هم موجودين في الارض الداخليه. الارض الداخليه برضه فيها 8 9 قارات، والارض اللي بعدها فيها 3 4 قارات. هم موجودين في ارض من الارض دي. اسيا واوروبا دي تنطبق على الارض بتاعتنا. دلوقتي لما اجى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيده عائشه قال لها ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه ايام الرسول من 1400 سنه. اللي هو دلوقتي فتحات روسيا او سيبيريا اللي اكتشفوها بقت اقطار في سيبيريا. دي فتح ردم ياجوج وماجوج اكتشف، وقوم ياجوج وماجوج طلعوا وموجودين بين البشر الان. لان احنا بقول اظلتنا علامات الساعه. اقعد اقول ما دليلك ديت اكتر من مره. ما بقول لحضرتك حاجه يعني فتحات سيبيريا دي هي فتحات ياجوج ما ده دليل وانتشر ياجوج وماجوج الان. موجودين. ده دليل ان يوم القيامه اظلنا او قيامه العالم الخامس. العقل اتكلم. شوف العقل نظريه او قيامه العالم الخامس. ايه دليلك ان هم موجودين؟ بس ايه دليلك ان هم موجودين؟ هو واخد دكتوراه يا دكتور احمد. اللي موجودين ان الرسول هم اللي ذكرهم في الرسول. هل الرسول صادق ام كاذب؟ يا راجل حرام عليك. لا انا بسال سؤال. اسمعني بس انا هرد عليك. الرسول دليلي ان الرسول ذكرهم وراءهم في يوم اسري به يلتحفون يفترشون احد اذانهم ويلتحفون بالرسول. فدول موجودين دلوقتي، في ناس شافتهم ونفس اللي الرسول شافهم. يا راجل حرام عليك. دليل هم موجودين. شيخ محمد ده دليل اللي هم شافوهم اللي الرسول. طب خليه يسكت بقى يا استاذ الله يبارك لك. لازم تسمع وجهه نظر. ما هتسمع غلط منك حرام عليك. لا دي وجهه نظر مالكش انت تعارضني. رد على النقطه دي. اسكت وانت ان ياجوج وماجوج دول طبعا فعلا صح قوم موجودون وربنا ذكرهم في سوره الكهف. مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل مهمتهم ايه؟ عكس الكلام الافساد في الارض. ماشي ده حاليا الوقت هم موجودين صحيح، ولكن هم فين؟ بيلحسوا في السور اللي هو عملوا ذو القرنين. بيلحسوا فيه من اول الصبح، من اول طلوع النهار حتى غروب الشمس. يجي ربنا سبحانه وتعالى لما تغرب الشمس يعود السور مرة ثانية حتى يقدموا المشيئة كما أفضل من الأول بقدرة الله عز وجل. نعم. الهدف بتاعهم إن هم عاوزين يخرجوا للإيه؟ للحياة. ولن يخرجوا إلا بقدر من الله. ولن يخرجوا إلا، وبعدين علامة خروج يأجوج وماجوج من قيام الساعة. زي ما هو قال قبل ما نطلع على الهواء، قال فعلا ان انت هتقول هم هيخرجوا من علامات الساعه ان هم يخرجوا. تمام. ولكن مكانهم اين هو؟ زي ما هو بيقول في الطبقه الثامنه لم يحدد في التفاسير؟ لم يحدد في التفاسير. اللي هم عند السور العظيم اللي هو بناه ذو القرنين بيلحسوا فيه عشان يخرجوا. ولن يخرجوا حتى يقدموا المشيئة ديت موجوده. لا استنى، لا نقطه اعتراض، ده سور الصين مالوش علاقه بقد ما يعني اسمع بقى يا جمال. لا معلش زي ما انت بتقاطعني. معلش اسمع يا اخي بقى سيبنا اتكلم. لا انت بتقاطعني يعني موضوع سور الصين. لا غلط، انت كده بتفهم المشاهدين غلط. ده سور الصين العظيم عشان الناس ما تفهمش غلط. قد اقترب. قالت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. لا انت ما قلتش حاجه. لو قلت فتح حملات ياجوج ماجوج انا بقولها بطريقه علميه. انت قلت حديث بحث. عليكم هو القول الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قصمه الله ومن اعتصم به هداه الله. علاقه ده بنظريه الارض تمام. لا تمله العلماء ولا تشبع منه الاتقياء، ومن دعا اليه فقد هدى الى صراط المستقيم. وهو الذي اذا سمعته الجن قالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك به. محمد كلمه اخيره على مقاله الدكتور احمد حتى لا يحدث لبس للمشاهد الكريم. الكلام ده طبعا بيفهم الناس غلط. قال سوء الصين العظيم. هل هناك جزء من كلامه حتى الان لا نقطه عفوا حتى الان لم يتم اكتشاف الردم، بعكس كلام الدكتور كلامه خاطئ. هو قال سوء الصين العظيم ملوش علاقه بالردم. ده القرآن الكريم. كلمة أخيرة. كلام غلط. كلمة أخيرة للأستاذ أحمد. اتفضل. أنا أقول لك اتق الله وابعد عن الكلام ده، ما تضللش الناس. ما تضللش. أشكرك فضيلة الشيخ محمد، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد البنا مدير عام أوقاف الشرقية، شكرا جزيلا نورتنا. وأشكر الدكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، أشكره شكرا جزيلا.